صباح الخير يا جماعة. اليوم أنا في قلب شمال إفريقيا، بلد صغير بالحجم لكن كبير بالتاريخ، تونس. من غرفتي هنا في العاصمة أطل على مدينة حضارتها تمتد آلاف السنين وشعبها معروف بالكرم والضحكة. تونس موجودة في شمال إفريقيا على شواطئ البحر المتوسط بين الجزائر وليبيا. موقعها خلاها عبر التاريخ ملتقى حضارات: الفينيقيين، الرومان، العرب، العثمانيين والفرنسيين. أول محطة المدينة العتيقة في تونس العاصمة. هنا توه بين الأزقة الضيقة، ريحة التوابل، أصوات الباعة، وتشوف جامع الزيتونة اللي عمره أكثر من 1000 سنة. وبعد نطلع لسيدي بوسعيد، القرية اللي لونها أبيض وزرقاء وكأنها قطعة من جنة معلقة فوق البحر. قرطاج، مدينة أسطورية بناها الفينيقيون وكانت عاصمة إمبراطورية قوية. اليوم تمشي بين الحمامات الرومانية والمدرجات وتحس التاريخ ينبض حواليك. من قرطاج نتوجه جنوب شوية لقصر الجم، أكبر مدرج روماني في إفريقيا، عمره حوالي 1800 سنة وكان يسع أكثر من 30,000 متفرج. المكان هذا يعطيك إحساس رهيب بعظمة الهندسة الرومانية. أكيد ما ينفع نزور تونس بدون ما ندوق أكلة. عندك الكسكسي، أكلة تقليدية معمولة من السميد والخضار واللحم أو السمك، والبريك، عجينة رقيقة محشية بالبيض والتونة والبقدونس، تتقلع وتطلع مقرمشة. الفريكاسي، ساندويتش مقلي ومحشي بطاطا، تونة، زيتون وهريسة حارة اللي تعطي للأكل روح ونكهة خاصة. بعد الأكل نواصل رحلتنا لسوسة والحمامات، شواطئ رملية ومياه فيروزية وأسواق مليانة فنون وحرف. في الجنوب مغامرة جديدة، مطماطة وبيوتها تحت الأرض والصحراء الكبرى حيث النجوم تلمع وكأنك في فيلم. آخر محطة جزيرة جربة، شمس، بحر، ثقافة وناس مضيافين. تونس بلد صغير على الخريطة لكن كل زاوية فيها حكاية، من البحر للصحراء، من الآثار الأسواق، ومن الكسكسي للبريك. تونس ما تشبع منها. إذا كنت تحب السفر حطها على قائمتك. سلام.